بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من التعليق على تفاصيل أركان الإيمان لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. وكان هذا في ليلة الأربعاء 12 من شهر جمادى الأولى لعام 46 بعد 400 من الهجرة. الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. الصفحة 33 بعد 100. معنى الإيمان بالكتب: أن نؤمن بجميع ما أنزله الله عز وجل من الكتب على الرسل عليهم السلام، وأن القرآن هو الكتاب الأخير الناسخ لكل الكتب السابقة، وأنه كلام الله ليس بمخلوق. الأدلة من كتاب الله: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه أدلة واضحة من كتاب الله عز وجل تثبت ركنية الإيمان بالكتب، لأنه يجب على كل مؤمن أن يؤمن بكل الكتب المنزلة من رب العالمين على الرسل أجمعين. وهذا مما يميز دين الإسلام الذي هو دين الرسل والأنبياء جميعا عن بقية الملل التي انحرفت عن الإسلام. فاليهود لا يؤمنون إلا بالتوراة التي حرفوها وبالتلمود الذي ابتدعوه وليس من كلام الله، وقد يؤمن بعضهم بالعهد الجديد كما يسمونه الذي هو الإنجيل، لكنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بغير ذلك إلا مما يخص بني إسرائيل. والنصارى نعم يؤمنون بالعهد القديم الذي هو التوراة وبالعهد الجديد كما سموه اللي هو الكتاب المقدس عندهم، لكنهم طبعا يؤمنون به على ما وصل إليه من تحريف. لكنهم كذلك لا يؤمنون بالقرآن. أما المؤمنون المسلمون يؤمنون بالتوراة والإنجيل والقرآن
لكن دون تحريف. فهذه الآيات آيات واضحة في كتاب الله عز وجل تثبت أن الإيمان بالكتب جميعا، الكتب السابقة التي سبقت نزول القرآن، أنه ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به. يعني ما معنى هذا؟ يعني لو أن مسلما يشهد الشهادتين ويعتقد في أركان الإيمان الستة ما عدا أنه يكفر بالتوراة، يقول التوراة ليست كتابا منزلا، يجحد التوراة. طبعا ما يجحد التوراة المحرفة، طبعا احنا كلنا نجحد التوراة المحرفة التي ليست من كلام الله ولا نؤمن بها، لكن الكلام على التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام كلام الله، هذا كافر إن جحد التوراة التي هي كتاب موسى عليه السلام، لأننا نؤمن بموسى، لأنه إذا كفر بالتوراة كفر بموسى، وموسى كليم الله. بل بهذا يكون كفر بالقرآن، لأن هذا مما أثبته القرآن. فمن أنكر التوراة فقد أنكر آيات من كتاب الله، وكذلك الإنجيل الذي نزل على المسيح عليه السلام قبل أن يحرفه بولس اليهودي ويتبعه النصارى على هذا التحريف. فهذه آيات واضحة بينة تبين أن الإيمان بالكتاب الذي هو جنس يمثل جنس الكتب هذا ركن من أركان الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين. والآيات التي استمعنا إليها واضحة في هذا الباب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا ذكر أركان الإيمان الخمسة ما عدا الإيمان بالقدر، جاء إثباته في آية أخرى، لكنه في هذا الموضع ذكر الأركان الخمسة سبحانه وبين أن من كفر بركن منها فقد ضل ضلالا بعيدا، فلا ينفعه الإيمان ببقية الأركان. ولذلك أثنى الله على مريم ابنة عمران أم المسيح عليه السلام أنها صدقت بكلمات ربها وكتبه، فصدقت بكل الكتب. ولذلك المسيح عليه السلام لما بشر في عدة آيات في الإنجيل ببعثة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إيمان منه برسولنا صلى الله عليه وسلم وبكتابه الخاتم القرآن، بل إمعانا في الرد على النصارى وفي إحباط معتقدهم في المسيح، فإن الله عز وجل قد رفع عبده المسيح عليه السلام إلى السماوات، إلى السماء، كي ينزل قبل قيام الساعة للإقرار بنبوة ورسالة وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، تأكيدا لما بشر به في الإنجيل ولرفع شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، فينزل المسيح عليه السلام حكما مقسطا يحكم بالقرآن لا بالإنجيل، يحكم بالقرآن، لأن القرآن هو الكتاب الخاتم الذي هو فرض، أي الإيمان به فرض على كل من نزل عليه القرآن أو على كل من جاء بعد نزول القرآن. والمسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيحكم بكتاب الله إيمانا منه بالقرآن، على خلاف ما يعتقد النصارى. ولذلك أخذ الله الميثاق
على كل النبيين أن يؤمنوا بالإيش؟ بما أتى الله وبما أنزل الله من كتب. لما أتيتكم من كتاب وحكمة. والله عز وجل لما أمر أهل الإنجيل، لما أمر الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، هذا قبل نزول القرآن. هذا الأمر جاء لأتباع المسيح عليه السلام أن يحكموا بالإنجيل المنزل لا المحرف، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، ليس بما حرف بولس، بما أنزل الله فيه. فلا حجة في هذه الآية، لأن كما هو معلوم أن النصارى قد يتبعون متشابه من القرآن، يقولون هكذا هذا في قرآنكم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. طبعا هذا حق، نعم، نؤمن بهذا، لكن هذا الأمر كان قبل نزول القرآن، موجها لأتباع المسيح عليه السلام، ليس الذين كفروا بالمسيح أو اعتقدوا ألوهية وبنوة المسيح عليه السلام. نعم، تفضل. متطلبات الإيمان بالكتب السابقة للقرآن: أن تؤمن بها إجمالا لا تفصيلا، مع الإيمان بما سمى الله منها، وهي الزبور والتوراة والإنجيل. أن تؤمن بأن الكتب السابقة جميعا منسوخة بالقرآن، وأن القرآن فيه إثبات نزول هذه الكتب، وأنها حق من عند الله، كما في الآيات التالية: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هذا حق، التوراة المنزلة على موسى كلم الله، لكن لم يبق منها إلا القليل. هذه التوراة التي فيها هدى ونور والتي نزلت على كلم الله موسى عليه السلام حق ونؤمن بها، لكن لم يبقى منها بين أيدي اليهود إلا القليل منها مما سلم من التحريف. نعم، وهذا يطول فيه الكلام. تفضل. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. يعني المسيح عليه السلام عيسى أرسله الله بالإنجيل متمما لما في التوراة. نعم، هذا حق، لكن كما قلنا هذا فيما يتعلق بالإنجيل المنزل الذي لم يحرف قبل أن يحرفوا النصارى، لأن الحواريين الذين هم أصحاب عيسى المسيح عليه السلام حملوا عنه الإنجيل الصحيح، لكنه لم يصل أي الإنجيل الصحيح إلى النصارى كاملا، إنما لما قام بولس اليهودي بعد حوالي 100 سنة من رفع المسيح عليه السلام إلى السماء، لما اعتقد النصارى أنه صلب، ولم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. فقام بولس اليهودي بكتابة الإنجيل على ما يهواه مع اليهود، بعد أن تظاهر بالدخول في دين المسيح عليه السلام، وهو كان عدوا للمسيح وللإنجيل ولدين المسيح عليه السلام، كما هو حال ابن سبأ اليهودي كذلك، لما تظاهر بالدخول في الإسلام كي يفسد الإسلام كما أفسد بولس دين المسيح عليه السلام. نعم، تفضل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني حتى لو كان الإنجيل وكذلك التوراة بقي دون تحريف، فقد نسخ العمل بهما، نسخ العمل بهما، فلا يجوز لأحد بعد نزول القرآن أن يعمل بما في الإنجيل أو بما في التوراة حتى وإن كان حقا، حتى وإن كان المنزل، لأن هذا نسخ، لأن القرآن نزل مهيمنا على الكتب السابقة ناسخا لها ولكل ما فيها.
من أحكام. وهناك طبعا أخبار لا تنسخ متعلقة بأصول العقائد، هذه واحدة لم تتغير في كل الرسائل أو في كل الرسالات السابقة. فأصول العقائد المتعلقة بتوحيد الله وبالإيمان بالملائكة واليوم الآخر ونحو ذلك من أصول العقيدة هي واحدة في التوراة والإنجيل والقرآن، لم تتغير ولم تتبدل. إنما الأمر يتعلق بالأحكام في العبادات والمعاملات ونحو ذلك، وفي مجدة من أمور لم تذكر لا في التوراة ولا في الإنجيل. نعم، تفضل. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. أن نعتقد أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا كتبهم كما جاء في القرآن في الآيات التالية. قال سبحانه: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم، آية واضحة تثبت بلا أدنى شك أن اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد بينا في سلسلة تحليل اليهود معنى الذين هادوا ومعنى اليهود والاختلاف في هذا، وإلى ماذا يرجع أصل كلمة اليهود، يعني يرجع إليه إلى سلسلة تحليل اليهود في هذا الأمر. طيب، يرجعون إلى يهود أو إلى غير هذا لا يعنينا كثيرا. نعم، ولكن الشاهد أن هؤلاء كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم أي يحرفونه ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فلعنهم الله على هذا وتوعدهم بالعذاب الشديد. لما أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة، لما طلبهم أن يأتوا بالتوراة كي يقرأ فيها حكم الزاني المحصن، أنه عليه الرجم لما زنت يهودية مع يهودي، فحكم فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم الذي هو حكم التوراة، لكن اليهود حرفوا هذا الحكم وحكموا عليه بالتحميم والجلد، وأن يطاف به إيش على منكس الرأس على إيش على بغل أو حمير. فطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة التي هي عندهم قبل أن تحرف، فأتوا بها فوضعوا أيديهم على مكان الآية التي فيها الأمر برجم الزاني. هذا كتم للحكم، لكن التوراة الحقيقية فيها الحكم. هم يحرفون الكلم بطريقين: إما تحريف بإعادة الكتابة بما يخالف حكم الله، أو بكتم حكم الله، يكتمون الحق وهم يعلمون. لذلك الذين يحرفون الكلم من هذه الأمة قد يشبهون اليهود والنصارى في مسألة التحريف من جهة كتم الحق، ولأهل الأهواء جميعا نصيبا من هذا، من كتم الحق، يكتمون الحق وهم يعلمون. ذلك شابهوا أهل الكتاب هذه الخصلة الذميمة، أهل البدع والأهواء. نعم، نعوذ بالله من شرهم. نعم، تفضل. متطلبات الإيمان بالقرآن: أن تعتقد أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق،
أن تعتقد أن القرآن هو الرسالة الخاتمة الناسخة للرسالات السابقة. أن تعتقد أن القرآن نزل بلسان عربي مبين لم ينزل بلسان أعجمي، كما في الآيات التالية. قال سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هذه الآيات كلها فيها إعلاء لشأن اللغة العربية، لغة القرآن التي اختارها الله عز وجل كي تكون اللغة التي يختم بها سبحانه الرسالات. ولذلك كانت بلا أدنى ريب ولا أدنى شك هي أفضل اللغات. ومن يعتقد أن هناك لغة أفضل من لغة العرب فقد ضل من جهة الاعتقاد. هذه عقيدة. نعتقد أن اللغة العربية اختارها الله عز وجل كي ينزل بها الكتاب الخاتم القرآن، لأنها أفضل اللغات، لم يختارها سبحانه عبثا. وهذا يشهد به اللغويون من أهل الغرب المنصفون، أن اللغة العربية تحمل مقومات ومميزات لا توجد في أي لغة من لغات الأمم مجتمعة. نعم، تفضل. أن تعتقد أن القرآن لا يغير ولا يبدل، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يعني لا يستطيع أحد أن يحرف القرآن لفظا، لا يمكن، لا يستطيع. أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه الخاتم القرآن من جهة اللفظ، فلا يمكن لبشر ولا لجن، يعني لا لإنس ولا لجن، أن يدخلوا حرفا في القرآن ليس منه، أو أن يخرجوا حرفا من القرآن ليس منه. لا يملكون هذا، لا يستطيعون. ولو اجتمعت الأمم جميعا على هذا لا يستطيعون، يعلمون ذلك. لذلك كم من محاولة بائسة قام بها هؤلاء صارت أضحوكة عند الأمم، بدءا من محاولات مسيلمة الكذاب مرورا بالأسود العنسي، ووصولا إلى تحريفات الروافض الملاعين التي يضحك منها العقلاء، بل يضحك منها الكفار أنفسهم. تحريفات ما أنزل بها من سلطان ولا قيمة لها ولا تضر كتاب الله عز وجل، من زيادات ومن أمور يعني كما يقال تبين سفاهة عقول هؤلاء. فلا يملك أحد أن يحرف القرآن، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه، وبين سبحانه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه من خصائص كتاب الله عز وجل. تفضل. أن تعتقد أنه لا يمكن لأحد من الإنس أو الجن ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثل القرآن، كما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. نعم، والله كان بعضهم بعض ظاهرا حتى لو اجتمعوا. يعني هؤلاء الرافضة من يعني كما قال من أساطيرهم التي خدعوا بها المغررة به من أتباعهم، أنهم ما زالوا يرددون ما قد
افتروا به كذبا في كتاب أصول الكافي للكليني أن أبا جعفر رحمه الله الذي افتروا عليه افتراءات عظيمة وحملوه أكاذيب هو يبرأ منها، كما حمل النصارى المسيح عليه السلام، كما حمل النصارى المسيح عليه السلام أكاذيب وهو بريء منها. فكذلك الروافض يحملوا عليا والحسين ومن جاء بعدهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكاذيب هم يبرؤون إلى الله منها. فمن أكاذيبهم العظيمة على أبي جعفر أنهم يدعون عليه أنه قال إن لدينا مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم 3 مرات. وأين مصحف فاطمة هذا؟ لا وجود له، ولم يأتوا بشيء منه، إنهم لا يملكون هذا أصلا. فنقول لهم أين مصحف فاطمة؟ يقولون سوف يأتي به القائم الغائب في السرداب، حينما ينزل أو حينما يخرج من السرداب في آخر الزمان معه مصحف فاطمة الذي فيه مثل قرآنكم 3 مرات. ويكذبون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكتب خلف فاطمة، يعني يعتبرون أن فاطمة كان يوحي إليها جبريل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بآيات كتبها علي خلف فاطمة، فزاد المصحف 3 مرات على المصحف الذي بين أيدينا هكذا. هذا الكلام كان يردده الخميني الخبيث عليه لعنة الله، ويؤمن به ويؤمن به أتباع الخمينيون الذين على رأسهم الخامنئي الخبيث هذا الذي كان كما يقال يداهنه بل يعظمه خونة حماس الذين يدعون الجهاد لتحرير القدس، وهم أتباع لهؤلاء. فأخزاه الله، أخزى الله بعضهم كما هو معلوم. لذلك ما حرروا شيئا ولن يحرروا شيئا بما هم عليه من إيش؟ من باطل ومن خيانة، ليست خيانة فقط لأهل فلسطين، إنما خيانة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيانة للعقيدة. نعم. فمهما أوتي هؤلاء لا يملكون أن يدخلوا آية ولا حرفا في كتاب الله. لذلك نقول لهم أين مصحف فاطمة؟ نعم، هناك بعض كتبهم ذكروا بعض الآيات المدعاة وأقحموا صورا ادعوا أن الصحابة حذفوها، نحو سورة الولاية، يدعون أن الصحابة حذفوا من القرآن سورة تسمى بسورة الولاية التي فيها إثبات ولاية الأئمة كما يدعون ويكذبون، وادعوا زورا وبهتانا آيات أخرى لكنها كلها في غياهب كتبهم التي لا يعرفها أحد إلا أصحاب العمائم من زنادقتهم فقط. أما أن يجعلوها في المصحف في كتاب الله لا يملكون هذا ولا يستطيعون. لذلك هم يعني على طبعا طريقتهم في استخدام التقية، إذا مثلا ذهبوا إلى مكة أو إلى مدينة يدعون أنهم يؤمنون بهذا المصحف فقط، ولما يريدوا بعض أئمتهم أن يتظاهروا بالوفاق يعني مع أهل السنة يقولون من قال إننا نؤمن مصحف آخر؟ لا، احنا نؤمن معكم بهذا المصحف، هذا يقولون تقية كي يروج لهم حميرهم من حزب الإخوان المسلمين. أنتم تفترون عليهم، هم كذابون. والإخوان أنفسهم منهم من يثبت أن هؤلاء عندهم عقيدة التقية التي من أصول عقائدهم، بل قالوا لا دين لمن لا تقية له. فمن أصول عقائدهم الكذب، أنه إذا التقى بمسلم يدعي أنه معه. عاشوا وسط المسلمين أو كانوا مستضعفين يقول نحن معكم كحال المنافقين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم يعتقدون تحريف القرآن، وإذا لقوا المؤمنين قالوا نحن نؤمن بهذا القرآن دون تحريف أو دون زيادة أو دون نقصان.
هم كذابون. أصحاب تقية. ولهذا نماذج عديدة ذكرت شيئا منها من خلال كتبي، يعني ما نحب أن نطيل في ذكرها. نعم تفضل. أن تعتقد أن القرآن كتاب هداية وشفاء لما في الصدور والقلوب، كما في الآيات التالية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم، هذا هو كتاب الله عز وجل، كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك الذين يدخلون في الإسلام من الكفار سواء من اليهود أو من النصارى هم يعترفون أنهم لما سمعوا آيات الله، سمعوا القرآن، وجدوا فرقا عظيما بين سماع القرآن وسماع أو ما كان يتلى عليهم في الكنائس أو في البيع من الكلام الذي يرتله الرهبان والقساوسة، مما لا يؤثر في قلوب ولا قيمة له. وبعضهم حتى من القساوسة أنفسهم الذين دخلوا في الإسلام يقولون كنا نردد هذا ولا يعني نصدق بعضهم في ظل السنوات يردد هذا وهو غير مقتنع، لذلك بحث وقرأ القرآن حتى اهتدى وأسلم. هناك عشرات الأمثلة لهؤلاء مما فيه حجة دامغة على صدق كتاب الله. بل إن بعض الكفار كان إذا سمع القرآن يطلع عليه وهو لم يؤمن بعد، لكن يقول شعرته بشعور لم أشعر به من قبل. بعضهم طبعا الذين لا نعمم. الشاهد أن كلام الله عز وجل كما ذكر سبحانه عن كلامه عن كتابه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأنه فيه شفاء للقلوب وشفاء لما في الصدور. هذا حق لا يمتري فيه عاقل، فهو شفاء ورحمة. نعم تفضل. وكذلك الرقية ببعض آيات القرآن فيها شفاء للأبدان، نحو الرقية بالفاتحة والمعوذتين. أن تعتقد وجوب الإيمان بالكتاب كله لا الإيمان ببعضه، كما قال الله عز وجل: يعني من تمام أن القرآن شفاء أنه كذلك يستشفى فيه به في الأبدان ليس في القلوب فقط، يعني هو شفاء للقلوب وكذلك فيه شفاء للأبدان، وهذا مما لا يكون في كتاب آخر. يعني ما نعلم أن التوراة أو أن الإنجيل كانتا تستخدمان في الرقية، ما نعلم هذا. لكن هذا مما يخص القرآن أنه رقية فيه شفاء حتى للأبدان، وهذه من معجزات القرآن، خاصة سورة الفاتحة. فلما قام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه برقية لديغ القوم الذي لدغ من قبل حية، يعني كان فيه سم وكاد أن يموت، فرقاه بالفاتحة فقام كأنه لم يصبه شيء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدراك أنها رقية؟ فجاء التشريع مقرا لفعل أبي سعيد. وتأملوا كلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال أنه لما أصابه داء أو مرض
عجز أن يجد دواء له، فلزم الرقية بالفاتحة، فكانت فيها الشفاء. فالفاتحة بلا شك هي من أعظم الرقى مع المعوذتين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، الذي هو أول الإسناد في سلسلة الجهمية، سلسلة الجهم بن صفوان ورجعد بن درهم، رؤوس أهل البدع في هذه الأمة، لبيد بن الأعصم كيف تعافى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السحر؟ بالمعوذتين. بل كان هذا يعد سببا في نزول المعوذتين. أنه صلى الله عليه وسلم لما رقاه جبريل بهما، ما رقى بهما نفسه، تعافى من السحر. فلذلك كان يأمر بقراءة المعوذتين، أو أن ينفث كل عبد بهما على نفسه قبل أن ينام، وما كان يترك ذلك، كما بينت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه حتى في حال مرضه كانت تأخذ كفيه صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيهما، تنفث فيهما كي ترقي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم المعوذتين. فهذا من خصائص القرآن، أنه رقية فيه شفاء. فنحن نحمد الله أن هدانا إلى الإسلام، نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام. تفضل. أن تعتقد وجوب الإيمان بالكتاب كله لا الإيمان ببعضه، كما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أن تعتقد أن قول القائل الإيمان بالكتاب أو الإيمان بكتاب الله عز وجل ونحوها من العبارات المطلقة أنه يتنزل على القرآن لا على كتاب من الكتب السابقة. قال أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: والكتاب عند السلف هو القرآن باتفاق المسلمين. قال في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: والكتاب عند السلف هو القرآن باتفاق المسلمين. الذي أطلق الكتاب فيتنزل أصالة على القرآن. هذا لأنه ناسخ لكل الكتب السابقة. هذا الذي يجب أن نؤمن به، وأن نحمد الله عز وجل أن وفقنا إلى الاهتداء بالقرآن وبالسنة. هذه نعمة عظيمة يا عباد الله، لا يشعر بقيمتها إلا من فقدها ثم عرفها. وهذا يعني يعرفه بعضكم من إخواننا الأعاجم الذين ما كانوا على الإسلام أو ما عرفوا القرآن أو ما عرفوا السنة، ثم لما هداهم الله عز وجل إلى القرآن وإلى السنة أدركوا الفرق. فهم أولى الناس أن يعرفوا قيمة هذه النعمة، وأن يذكروا إخوانهم من الذين ولدوا في بلاد الإسلام فكان بعضهم لا يشعر بقيمة هذه النعمة. أنه ولد في بلاد الإسلام وتربى من الصغر على الإسلام وعرف الكتاب والسنة، فإذ به كأنه يعني كأن البعض لا يستشعر بعظم هذه النعمة للأسف، من ضعاف الإيمان أو من المنافقين الذين هم في قلوبهم نفاق لكنهم لا يظهرونه. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة الكتاب والسنة، ونسأل الله أن يتوفانا على هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.